لو انت صاحب شركة، مدير، عايز تترقى او تبدأ مشروعك الخاص، النهاردة هكلمك عن واحدة من اقوى قصص التحول المؤسسي في التاريخ. شركة هاير الصينية للأجهزة المنزلية. الشركة تحولت من مصنع متهالك مديون موظفينه بيحرقوا الجدران عشان يتدفوا لواحدة من اقوى امبراطوريات صناعة الأجهزة المنزلية في العالم، العلامة رقم واحد لمدة 17 سنة على التوالي بحسب موقع ايرو مونيتور انترناشونال. هنحلل مع بعض ازاي التطور ده حصل وليه عملوا كده وازاي نطبق الدروس المستفادة دي على الوطن العربي. خليني اقول لكم في الاول ان ممارسات هاير اللي عملتها علشان تتطور كانت مناسبة جدا للظروف والثقافة الصينية. علشان كده احنا هنفهم مع بعض الكونتكست والمغزى ورا الممارسات دي ونشوف البدائل المناسبة لينا في الشرق الاوسط، لاننا ما ينفعش نقلد قصص النجاح الاجنبية كوبي بيست. طيب قصة صعود هاير بقى بتبدأ من سنة 1984 وعدت بست مراحل عشان توصل لوضعها الحالي، فاحنا هنقدم التصور ده في مجموعة من الحلقات اللي أولها النهاردة، اللي هنتكلم فيها عن أول مرحلة وهي إدارة الأزمة وبناء العلامة التجارية. قبل ما نبدأ حابة أقول لكم أنا ليه اخترت هاير كمثال أعلى للإدارة والحوكمة. موديل هاير الإداري يعتبر الأكثر إبداعا وكفاءة والأكثر أثرا في المجتمع، وكل مرحلة من مراحل هاير بتمثل المراحل اللي بتعدي بيها الشركات من أول ما تكون شركة صغيرة لحد الإمبراطورية. فبمعنى أصح كل حلقة هتكون بترفلكت على كومباني سايز معين، فأتمنى تستمتعوا بالسلسلة دي وإن شاء الله تجدوا ما ينفعكم. أنا اسمي عبير سويلم وده بودكاست بزنس واستراتيجية. خلونا نبدأ. طبعا انتوا عارفين ان التغيرات الكبيرة في الشركات خصوصا المشاريع الاستراتيجية الجديدة غالبا بتقابل صعوبات وعقبات. في تقرير مشهور من ماكنزي اند كومباني بيشاركونا ان حوالي 70% من المبادرات مش بتوصل لأهدافها او بتتخطى الميزانية او ما بتقدمش الفايدة اللي احنا عايزينها لفترة طويلة او بشكل مستدام. طيب ليه ده بقى بيحصل؟ لان التغيير معقد وبتحكمه عوامل داخلية وعوامل خارجية. خلونا نبدأ بالعوامل الخارجية زي السوق والمنافسة وتغير القوانين والأزمات الاقتصادية والجيوسياسية اللي بتغير القواعد بشكل احنا ما شفناهوش على مدار سنين حياتنا. ثانيا العوامل الداخلية زي الهيكل الإداري وقنوات التواصل والخدمات والمنتجات والتكنولوجيا والعملاء والرقابة أو الجفرنس. والأهم من كل ده وهو العنصر البشري زي بيئة العمل والعلاقات ما بين الموظفين ودوافعهم والسياسة الداخلية. وغالبا المدراء بيركزوا اكتر على الاستراتيجية العامة، احنا رايحين فين وهنروح له ازاي، ولكن غالبا بينسوا ازاي هناخد الناس معانا، بمعنى ازاي هنقنعهم نشجعهم وازاي نفهمهم ان التغيير ده في صالحهم وندير خوفهم ومقاومتهم والاحباطات الناتجة عن عدم الشعور بالعدالة. ودي مشاعر طبيعية بيمر بيها الموظفين وقت التغيير. الفكرة هي كيفية إدارتها. من غير إقناع الفريق التحولات بتكون سطحية وتأثيرها محدود وغير مستدام، وأحيانا الناس بتحارب التغيير ده وبتشتغل في عكس الاتجاه حتى لو هيأذيهم، وده بيكون طلبا للعدالة. طيب علشان نفهم التغيير اللي حصل لهاير زي ما اتفقنا لازم نفهم الكونتكست او الظروف اللي نشأت فيها الشركة. في سنة 1978 بدأت الصين سياسة الإصلاح والانفتاح على يد دينج شياوبينج، وأتمنى أكون بقول الاسم صح، اللي بيعتبر المهندس الأساسي لازدهار الاقتصاد الصيني بالشكل الحديث اللي احنا شايفينه دلوقتي. في الوقت ده الصين كانت اقتصاد منغلق، بمعنى تفاعلاتها مع الخارج محدودة والحكومة تملك كل الإنتاج والموارد. اللي دينج عمله إنه سمح بتحرير تدريجي للاقتصاد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني سمح بوجود القطاع الخاص في القطاعات الغير حيوية. كمان اشتغل على جذب الاستثمار الأجنبي من خلال الحوافز الضريبية وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، واتفق على شراكات دولية لفتح مجال التجارة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا والبرامج التعليمية. كمان الصين بدأت ترفع إيديها شوية عن التحكم في الشركات المحلية، بمعنى إن الشركات بقى عندها إدارات بتحدد استراتيجياتها وإنتاجها وأسعارها على حسب العرض والطلب، وليها ميزانيتها، بمعنى إنها مش محمية من الدولة في وقت الخسارة. ولكن
الصناعات الاستراتيجية زي البنوك والتكنولوجيا والطاقة والغذاء فضلت تحت سيطرة الدولة، وده عشان يتماشى مع أولويات الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي والاكتفاء التكنولوجي. أمن قومي. فدينج بعبقريته دخل ديناميكية السوق بس تحت إشراف الحزب الشيوعي الصيني. كان نموذج متوازن، ولا هو انفتاح كامل زي الولايات المتحدة الأمريكية ولا هو انغلاق كامل زي كوريا الشمالية، وده أدى لنمو سريع مع استقرار سياسي. طيب ليه بقى بنقول الكلام ده؟ لسببين. السبب الأول إن هاير كانت شركة حكومية مملوكة للدولة، من الشركات اللي حقيقي بتعاني ماديا وتكنولوجيا وموارد بشرية وكل حاجة، وده كان من أحد أسباب تغير إن الحكومة رفعت إيديها عن حماية الشركات المحلية. دلوقتي لازم تواجه السوق والمنافسة والعرض والطلب وتحل مشاكلها بنفسها. السبب التاني بقى هنقوله كمان شوية، بس خلونا نشوف هي ليه هاير كانت بتعاني بالشكل ده. هاير في الوقت ده كان اسمها مصنع ثلاجات تشينج داو. تشينج داو هي مقاطعة في الصين، والشركة كانت نموذج لشركة حكومية أصيلة، بمعنى إن الوظائف كانت مضمونة مدى الحياة وانس إن الموظف اتعين، والمديرين كان عندهم سلطة محدودة في منح المكافآت أو إنزال العقوبات والترقيات بالواسطة، وده فصل ما بين المجهود والمكافأة وخلق لا مبالاة وقلل من كفاءة الإنتاج. فالموظفين كانوا بيركزوا بس إن هم يحققوا حصص الإنتاج المطلوبة منهم، ومفيش دوافع ولا الجودة ولا الإبداع. أما بقى المشاكل التشغيلية فحدث بلا حرج، سرقة قطع غيار وعيوب تصنيع، وكانوا بيحرقوا خشب جدران المصنع عشان يبدأ. المصنع كان مديون ب1.5 مليون يوان، يعني بفلوس النهاردة حوالي 2 مليون دولار. ده رقم كبير بالنسبة لمصنع صغير فيه حوالي 600 موظف، ولكن مع كل ده التلاجات تتباع لأن الطلب أعلى بكتير جدا من العرض بسبب ظهور الطبقة المتوسطة اللي كانت لسه بتنشأ في الصين، وبتتخذ الأجهزة زي الثلاجات والتلفزيون والغسالة والراديو كرمز للرفاهية، وبتعبر عن المكانة الاجتماعية. وغالبا الأجهزة دي كانت بتكلف مرتب سنة أو سنتين. بس في الوقت ده في الصين كان في مصانع كتير محلية بتصنع ثلاجات، بيقال حوالي 116 مصنع، فالمنافسة سعرية بحتة لأن الكواليتي ضاع فيهم كلهم. بس المشكلة حصلت لما المنتج الياباني بدأ يدخل السوق زي باناسونيك وسوني نتيجة سياسة الإصلاح والانفتاح اللي احنا قلنا عليه. وطبعا المنتج الياباني معروف بالجودة والاعتمادية، فالسوق الصيني بدأ يكون حس كده للجودة تقريبا شكلها عامل ازاي، وسمعة المنتجات الجيدة ابتدت تنتشر، وده طبعا كان فيه خطورة على مصنع هاير. فالحكومة ابتدت تدور على حل للمصنع ده لأن المصنع فيه 600 موظف صعب جدا تسريحهم، فبدأوا يبحثوا عن مدير تنفيذي يمسك المصنع ويطور. وفعلا جابوا واحد ولكنه فقد الأمل ومشي، واللي بعده واللي بعده، وعلى هذا 3 مديرين، لما في النهاية مسكوا واحد اسمه تشافينج رويمن اللي بيتقال انه كان عامل في المصنع وفضل يترقى لحد ما وصل اسيستنت دايركتور. ولكن بقى تشافينج كان مختلف جدا لأنه كان كثير القراءة وتعرف كتير على النظريات الغربية والفلسفة اليابانية في الإدارة اللي استمد منه فلسفته فيما بعد. وهنا حصل حدث كريتيكال جدا في تاريخ الشركة. في يوم في عميل جه لتشافينج وقال له انت اديتوني ثلاجة بايظة، فتشافينج كإنسان محترم نزل المخزن عشان يشوف له ثلاجة شغالة ويديها له، ولكن بقى اكتشف ان 76 ثلاجة من 400 ثلاجة بايظين، حوالي 20% من الانتاج فيه عيوب. طبعا ده رقم كبير جدا، فطلب من الموظفين طلعوا كل الثلاجات البايظة من المصنع ويحطوها بره في الشارع، وأمرهم انهم يكسروهم كلهم بالشواكيش. طبعا ده حدث جلل جدا لأسباب كتير. شافينج كان بيكسر 20% من الإنتاج في الوقت اللي المصنع أساسا كان مديون فيه، والعمال يعني زي ما انتم شايفين كفاءتهم ضعيفة جدا، وبيطلعوا 80 تلاجة بس في الشهر، يعني مجهود شهر كامل ضاع. عشان كده العمال حاولوا يتكلموا معاه، قالوا له احنا ممكن نبيعهم بديسكاونت، اديهم لحد في الحكومة كرشوة وهيكرمنا، طب ادهم لنا احنا. ولكن تشافينج رفض. ليه بقى؟ لانه عارف ان هو لو كان قبل البيهيفير ده هيتكرر كتير جدا. فتشافينج كان هدفه يحط ستيتمنت ان احنا من النهارده هنهتم بالكواليتي، وده قرار لا رجعة فيه. طبعا كل الناس في القرية عرفت بالحدث ده، وده عمل كسر لصورة البراند القديمة اللي كانت في دماغ الناس عن هاير، وبنى صورة جديدة
إن اسم هاير دلوقتي معناه كواليتي. عمرنا ما هنبيع لكم أي جهاز إلا لو كنا فخورين بيه. طبعا مهم جدا إن أي مدير تنفيذي عايز يعمل تحول كبير في شركة لازم يكون في أكشن كده قوي وحازم يبين للناس إنه إحنا مش بنهزر، مفيش رجوع للوراء أيا كانت الظروف. طيب إزاي بقى تشافينج عمل التحول ده؟ زي ما شفتم هاير كانت في مرحلة فوضى وأزمة كبيرة جدا، فكانت رؤية تشافينج هي رفع جودة الثلاجات لمستوى المعايير العالمية عشان تفضل موجودة في السوق في الوقت اللي المنافس الأجنبي بيدخل، فالتركيز على الكفاءة التشغيلية كأولوية وليس الابتكار الجريء. ودي بقى نقطة فيصلية جدا، لأن الفيجن هي اللي بتحدد الهيكل التنظيمي للشركة. فإيه بقى الهيكل التنظيمي اللي تشافينج قرر يستخدمه؟ الهيكل التخصصي بثقافة الآلة Functional structure with machine culture. ايه بقى الكلام ده؟ النموذج التخصصي هو ان كل موظف ليه مهام واضحه جدا وكي بي ايز واضحه جدا وليه مدير واحد مباشر بيتلقى منه التعليمات وبيرجع له لو في اي حاجه. والشركه بتتقسم لاقسام، كل قسم ليه تخصص معين زي قسم الماليات، قسم الهندسة، قسم التسويق. وده نظام أعتقد متعارف عليه وفاميليار شوية بالنسبة لكم لأنه هو ده المنتشر في معظم الشركات. حاجة كويسة أو للأسف هنعرف، ولكن طلع بعديه سيستمز تانية أكتر تطورا وبتشجع على الإبداع، وهنتكلم عنها في مراحل تطور هاير في الحلقات الجاية. ولكن يظل النظام التخصصي فعال جدا 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 في المهام اللي ما فيهاش إبداع شديد، الروتينية اللي بتتكرر كل يوم، زي مثلا المصنع فيه تحسينات ولكن بتكون ضعيفة جدا وبوتيرة بطيئة. فالنظام ده هو أحسن نظام لتحسين الجودة وتقليل التكاليف، ولكنه نظام قاتل للإبداع، وده بالظبط النظام اللي طبقه تشافينج. طيب يجي هنا سؤال مهم، ليه تشافينج ما فكرش إنه ممكن يبدع، يخترع، يعمل ثلاجات جديدة بشكل مختلف بحيث ينافس الشركات العالمية؟ ولكن ما تنسوش ان في الوقت ده الشركة كانت في حالة فوضى، بمعنى انه ما كانش فيه اصلا بيز لاين لا للجودة ولا للانتاج. ففي حالة الفوضى الاولوية دايما بتكون لوضع النظام، وبعد تحقيق النظام ويكون كده زي الدي ان اي نبدأ بقى نفتح الباب للإبداع. ولكن إنقاذ الشركات في حالات الكوارث بيحتاج لأنظمة صارمة، إن الإبداع بعد الفوضى بتكون نتائجه سيئة جدا. طيب إزاي بقى تشافينج طبق النظام دوت؟ تشافينج ابتكر نظام إدارة وجوفرننس اسمه ال OEC، وده عبارة عن تو activities. الأول هو نظام بطاقات، بمعنى تقييم ذاتي يومي على معايير زي الإنتاجية والكفاءة والجودة وهكذا، وكل موظف بيقيم نفسه يوميا وبيدي لنفسه درجات، وبعدين الدرجات دي بتتجمع آخر اليوم ومنها بيتحسب المرتب. طيب إزاي بقى المرتب بيتحسب بشكل يومي؟ المرتب كان مجموع النقاط دي زائد مكافأة إضافية لأي عمل بيزود على الكي بي ايز بس في اتجاه زيادة الإنتاج أو الجودة، ناقص بنالتي أو غرامة على الأخطاء اللي بتؤدي لضعف الإنتاج. الجزء الثاني وهو نظام ال 6S، عبارة عن 6 قواعد للنظافة والترتيب والأمان، يعني حاجات سوفت سكيل زي اتيكيت الصناعة كده، ومطلوب من الموظفين إن هم يلتزموا بيها يوميا، وبرضه بيدوا لنفسهم درجات. ولكن الدرجات دي ما كانتش بتدخل في حساب المرتب، وهقول لكم ليه كمان شوية. فالموظفين بيتجمعوا مع بعض آخر اليوم ويتناقشوا في الدرجات دي، اللي بياخدوا أعلى درجات بيقفوا في النص والكل بيشيد بيهم وبيسألوهم ليه عملتوا كده، ايه اللي كان في دماغكم ساعتها، وايه اللي انتوا اتعلمتوه، وازاي احنا كمان نطبق ده. اما الموظفين اللي كانوا بيجيبوا درجات قليلة جدا بيقفوا على الأطراف برضو بيسألوهم ايه اللي كان في دماغكم ساعتها وازاي نصلح البيهيفير ده المرة الجاية. فدي كانت knowledge sharing session. طبعا انا عارفه ان بعض الممارسات زي ال 6S ما تناسبش الوطن العربي، عشان كده احنا هدفنا نفهم ايه التغير اللي سببته وايه الممارسات البديله اللي نقدر نطبقها في الوطن العربي. النظامين دول كانوا ماشيين على كل الموظفين من اول تشافينج للعامل، وطبعا ده تكنيك لرفع كفاءه الموظفين. فلما تكون الاداره عايزه ترفع كفاءه الموظفين قدامهم 3 طرق. الطريقه الاولانيه ان
هم يبنوا الكفاءة، يدوهم كورسات، يبعتوهم تدريبات أو يحطوا لهم قواعد جديدة، وده اللي تشافينج عمله. أما الطريقة التانية وهي التعيين، نعين حد عنده المهارات دي أو نشتري شركة موظفينها عندهم المهارات اللي احنا محتاجينها، وده بنسميه أكوي هاير. وده كان صعب جدا تشافينج يعمله لأن المهارات دي أساسا ما كانتش موجودة في الصين. الخيار الثالث بقى وهو إننا نستعير هذه الكفاءات عن طريق الشراكات مع الشركات اللي عندها الكفاءات دي، وده بالظبط تشافينج عمل. انه عمل شراكة مع شركة ألمانية اسمها ليبر، كانت معروفة جدا بجودة أنظمة التبريد بتاعتها، وكان الاتفاق ان انت تعلمني تشغيل وأسس الجودة وتنقل لي تكنولوجيا وانا افتح لك السوق الصيني، اللي كانت ليبر عارفة ان هو سوق واعد جدا في الفترة دي. نتيجة بقى اللي تشافينج عمله ده ايه؟ بعد 7 سنين وفي سنة 1991 هاير نجحت في الحصول على شهادة الجودة الايزو 9001 كأول شركة صينية تحقق معايير الجودة العالمية. تعالوا بقى نحلل استراتيجيات هاير ونشوف ليه اتعملت وايه الدروس المستفادة منها. نظام ال OEC كان ليه فوائد كتير جدا. اولا انه حدد لكل الموظفين المهام اللي المفروض يقوموا بيها بكل وضوح، وده ساعدهم ان هم يحددوا اولوياتهم وما يعملوش اي تصرفات تضيع وقتهم. كمان خلى المهام علنية عشان ما يجيش موظف يطلب من موظف تاني مهام خارج اولوياته او المدير يضيع وقت موظفينه في حاجات ملهاش لازمه. تاني حاجه ان الموظفين كلهم كانوا بيخضعوا للنظام ده، وكان بيديهم احساس ان دخلهم وبقائهم وتقدمهم مرتبط بالجوده وليس وجودهم في الهرم الوظيفي او علاقاتهم. وده اعطى للموظفين الاحساس بالعدل فيحمسهم اكتر ان هم يدوا كل اللي عندهم للمؤسسه ويكون عندهم ولاء ليها. ولكن في غياب احساس العدل الموظفين بيقوموا باعمال تخريبيه، وده بشكل لا واعي على فكره، بمعنى انهم ممكن يسرقوا القطاع، ممكن يقللوا في الجوده، يتكلموا عن الشركه بشكل وحش مع العملاء، وده تصرف لا واعي كنوع من انواع الرغبه في تحقيق العداله. يعني انت ضربتني فانا هضربك. عشان كده العدل اساس الملك، في غياب العدل لا يوجد نظام. وعلى فكرة أحيانا ممكن المدير أصلا يكون عادل والنظام فعلا منصف جدا وفعلا هيحسن جودة الموظفين، ولكن مش متوصل بالكلام بشكل صح يفهموا الموظفين، فبالتالي هيبقوا حاسين بعدم العدل وهيؤدي لنفس النتيجة. فالعدل هنا هو تصور وقد يكون مطابق للحقيقة أو غير مطابق للحقيقة. طيب إزاي بقى أحقق العدل في المنظمة؟ أولا عدالة التوزيع، بمعنى إن الموظف بياخد مرتب عادل مناسب لكفاءته وللاندستري. كمان لما بيتحط له مكافأة أو يتخصم منه يبقى معروف ليه وعنده إنذارات سابقة من قبلها. رقم 2 عدالة الإجراءات، بمعنى إنه في سيستم للثواب والعقاب، ما نتكسفش نقول للموظفين ان البرفورمانس بتاعهم مش احسن حاجه ونقرر مره واحده نرفدهم من غير ما يعرفوا اصلا السبب. ده تصرف سام للغايه ومدمر للموظفين. ثالثا عداله التعامل، وهو اني احترم مجهود الموظف ووقته واقدره واحترم حياته وسلامه النفسي. ده بقى ازاي تشافينج طبق. تشافينج طلب من المديرين ان الموظفين اللي يجيبوا سكور قليل في الكاردز يحصل معاهم زي مناقشة كده يعرفوا منهم ليه الدرجات دي كانت قليله، فلو كان في خطأ في البروسيس يصلحوا الخطأ دوت وخلاص الموظف مش بيتجازى. وده كان ليه فايدتين مهمين جدا. الفايده الاولانيه انه كان بيشجع الموظفين يتكلموا وينتقدوا السيستم، وده على فكره مش سهل لان الصينيين في ثقافتهم عندهم احترام للهيراركي، بمعنى الموظف بيحس ان هو لازم يجلل مديره جدا بشكل زياده بالنسبه له، فعشان كده ولا بيتكلموا ولا بينتقدوا. صعب جدا انك تفهم هو بيفكر ازاي. اما بقى الفايده التانية ان هو كان بيساعد تشافينج يفهم اساس المشكله فين. لما يبداوا يسالوا الموظفين ويعملوا تراكنج للدرجات بيقدروا يعرفوا اساس المشكله، وده طبعا بسبب ان هم بيسالوا وبسبب ان في وضوح في المهمات. فلو ما فيش وضوح في المهام مش معروف مين بيعمل ايه مش هنقدر نعرف المشكله اساسها فين ونحلها
ومين المسؤول عنها. كمان السيستم تعلم الموظفين المسؤولية وحسسهم بقيمة شغلهم، بقى في ربط سريع ما بين الأداء وما بين المكافأة، سواء كانت ماديا في نظام البطاقات أو معنويا في السكس اس أو على الأوفر أول برودكشن بتاع الشركة. فالتقدم ملموس وبيحسوا بيه، وده بيديهم كويك وينز أو نجاحات سريعة. والنجاحات السريعة دي مهمة جدا 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 في أي تغيير جديد. ليه بقى؟ ليها تأثيرين. التأثير الأول إنها بتبني العادة أسرع. عارفين انتوا اللوب بتاعت الهابت دي، الفعل والمكافأة؟ فلما أكون أنا بعمل الفعل وبحس بالمكافأة وهي كويسة، ده بيبني عندي عادة أسرع. الحاجة التانية إن الإحساس بالتحقيق السريع بيحمس الموظفين إن هم يؤمنوا بالفكرة، خاصة إن تشافين كان مدير جديد وأكيد في ناس ما كانتش مقتنعة بيه. فلما الناس بتحس بنجاحات سريعة بتحس لا، الشخص ده فاهم، فخلينا نباي ان في اللي هو بيعمله، هنتطور معاه ومرتبنا هيزيد وهنبقى في مكان احسن. طيب دلوقتي بقى النظام الفانكشنال او نظام التخصصات بيقلل الابداع زي ما قلنا، بس تشافينج ما كانش هدفه يقتل الابداع تماما، ولكن كان عايزهم يبدعوا بس في حدود. علشان كده خلى فيه variable اسمه المكافأة لأي حد بيعمل حاجة زيادة عن الكي بي ايز بس تجاه تحسين الانتاج او الجودة. فاكرين بقى لما قلنا ان ال 6 اس ما كانتش بتتحسب من المرتب؟ تعالوا بقى نقول ليه. في الاقتصاد السلوكي في قاعدة بتقول انك ما تخلطش ابدا ما بين الاعراف الاجتماعية وقواعد السوق. يعني ايه بقى الكلام دوت؟ هقول لكم مثال شهير اعتقد بعضكم عارفه. كان في حضانة عندها مشكلة ان اولياء الامور بيتأخروا. طبعا ده كان بيخلي الحضانة تفتح وقت اطول وبيزود تكلفة التشغيل. فالحضانة قررت انها تفرض رسوم على اولياء الامور لكل ساعه بيتاخروا فيها، ظنا منهم ان هم لما يدفعوا الفلوس يعني هتوجعهم فهيجوا بدري. ولكن اللي حصل كان العكس تماما، اولياء الامور بقوا بيتاخروا اكتر ويدفعوا الغرامه. ليه ده بقى حصل؟ لان في الاول اولياء الامور كان بيبقى عندهم احساس بالذنب ان هم اتاخروا على الحضانه وده تصرف ما ينفعش. مين بقى اللي بيقول ان ده تصرف ما ينفعش؟ الاعراف الاجتماعيه او بيسموها السوشيال كونتراكت. يعني ايه؟ يعني ده زي اتفاق كده ما بيننا وما بين بعض، بس الاتفاق ده مش مكتوب في ورقه، ولكن احنا عندنا توقع، وده بيبقى مبني على العادات والتقاليد والثقافه، بيسموها unspoken rule او قواعد محدش بيقولها. اما بقى لما الحضانه قررت انها تفرض الرسوم، اولياء الامور دلوقتي بيدفعوها وهم شايفين ان هم مدين الحضانه حقها، لان الضغط الاقتصادي اخف بكتير من الضغط الاجتماعي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تشابينج لو كان حول نظام ال 6 اس اللي هو بيتكلم عن مبادئ زي النظافة والأمان والحاجات اللي هي سوشيال سكيلز دي لمكافأة أو خصم على المرتب، كانت الناس ممكن ما تلتزمش ويتخصم منها عادي جدا. ولكن نظام ال 6 اس وقفتهم قدام الناس في النص أو على الأطراف كان بيسبب ضغط مجتمعي، والضغط المجتمعي بقى كمان مهم أكتر في الثقافات الجماعية اللي هم اسمهم كولكتيفست. إيه بقى الثقافات الجماعية دي؟ في نوعين من الثقافات، وهي طبعا سبيكتروم، يعني في ليفلز في النص. في الثقافة المجتمعية اللي هم اسمهم كولكتيفست، والثقافة الفردانية اللي هي اسمها individualist. الثقافة الفردانية دي موجودة في الغرب أكتر، الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. أما الجزء الشرقي من العالم فهو بيميل أكتر للثقافة الجماعية. يعني إيه بقى ثقافة جماعية وفردانية؟ الثقافة الجماعية هو إن الفرد بيستمد فهمه عن نفسه بمكانته في الجماعة. المكانة دي ممكن تكون حاجات كتير، ممكن تكون مادية، ممكن تكون تايتل، ممكن يكون كبير العيلة، ممكن يكون أكتر واحد فاهم، أكتر واحد شاطر، أكتر واحد دمه خفيف، يعني ليها حاجات كتير. ولما حد يوجه له انتقاد فهو بيحس إن هو قليل في الجماعة. أما بقى الشخصية الفردانية هي ما بتستمدش فهمها عن نفسها من حد، بمعنى هو كشخص ليه كيانه ومش مستني رأي حد في حياته ولا يقول له هو ايه. طبعا كل نظام ليه مميزات وليه عيوب وده مش موضوعنا النهارده، ولكن الصينيين والشرق الأوسط تعتبر من المجتمعات الجماعية. فلما يقف حد في وسط مجموعة وكلهم يشيدوا بيه بيحس ان هو واخد مكان عالي، ولما يقف على الأطراف والناس تنتقده بيحس ان هو في مكانة أقل منه، بيكون دافع ليه ان هو يتقدم. وده كان المغزى من ال 6 اس. طيب اخر حاجه بقى عن ال 6 اس وخلاص كده احنا هندخل في ازاي نطبق الكلام ده على الشرق الاوسط. الماشين كلتشر
أو ثقافة الآلة عالية التوتر، بمعنى إن في رولز كتير وما تطلعش بره الرولز دي، يعني حاجة صعبة، بيبقى نظام عسكري كده. عشان كده تشافين كان عايز يعمل توازن ما بين التوتر والأمان، وده عشان الموظفين يقعدوا ويكملوا في الشركة وما يتعبوش نفسيا. فنظام السكس اس ده كان زي المجلس عندنا كده في الثقافة العربية، يعني للأسف ما بقتش موجودة قوي. الأسرة بتقعد مع بعضها بالليل آخر اليوم، الأب يسأل عياله عملتوا إيه، ويقعدوا يحكوا قصص ويشاركوا الدروس المستفادة والكلام ده كله، وده بيحسس الأسرة بالترابط وبالألفة، وبيحسس كل فرد فعلا إن هو ليه ظهر. كمان تشافين كان عامل نظام ان لو اي موظف تعب ودخل المستشفى، كل الموظفين بيسيبوا شغلهم ويروحوا يزوروه، وده كان بيحسسهم ان يا جماعة المكان هنا مش مكان تعذيب، لا احنا بنشتغل كتير قوي، بس لو وقعتوا انا برضو هقف جنبكم. فده كان بيديهم ولاء وألفة وتصديق فيه اكتر، ويبقوا عايزين يدوه عينيهم، لان اللمسات المعنوية عادة بتأثر في الموظفين اكتر من الفلوس. زي انك تفتكر عيد ميلاده، تكلمه لو في ظرف صعب عنده، تخف عليه شوية في المواعيد لو انت عارف ان هو اساسا ملتزم وعنده ضمير. ولكن ده بيجي فوق انه اصلا المرتب يكون عادل. تمام، هنطبق بقى الكلام ده ازاي؟ زي ما قلنا الصين شبهنا هرمية وجماعي، ولكن في ما بيننا اختلاف. في الشعوب الآسيوية قد يكون الخجل محفز ليهم، ولكن في الشعوب العربية لا. ليه بقى؟ لأن في الشعوب العربية احنا عندنا مبدأ الكرامة، وده متأصل جدا في العرب من أيام الجاهلية. يعني في حروب كانت بتقوم بسبب إن واحد شتم واحد، قبيلتين يخلصوا على بعض، فتشيد بالموظف العربي في العلن، زي إنك تعمل employee of the month board، تبعت لهم إيميل، تقول اسمه في الميتنج، وتنتقده ما بينك وما بينه مش في العلن. ولو حابب إن كل الناس تستفيد من التجربة دي، ممكن يكون الانتقاد زي ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيعمل، إنه كان ممكن يحكي قصة والشخص اللي عليه الكلام كان بيعرف من نفسه، وخلاص كده كل الناس اتعلمت وهو عارف. في حاجة كمان، إحنا العرب تنافسيين جدا، ودي حاجة عندنا متأصلة فينا من أيام الجاهلية برضه. كنا بنتنافس في الشعر وفي الخيل وفي المبارزات، فيعني هي ثقافة. ولكن خد بالك ان التنافس ده ما يبقاش سام، يعني ممكن بدل ما تجيب اسم موظف ممكن تجيب اسم احسن فريق، وده برضو اللي هاير طورته وعملته في المراحل الجايه وهنتكلم عنه. فاضل حاجتين كمان، في بعض الدول ما ينفعش نعلن بيرفورمانس الموظفين فيها، ده شيء غير قانوني. علشان كده جوجل تحايلت على الموضوع ده بنظام ال OKR، وده ممكن نتكلم عنه فيما بعد لو انتوا حابين، ولكن باختصار شديد هو وسيلة ان الموظفين يقولوا هم بيشتغلوا على ايه وايه اهدافهم كده في العالم، وبيدوا لنفسهم درجات كل كوارتر هم حققوا قد ايه من الهدف اللي هم حطوه. والميزة ان كل الموظفين بيبقوا شايفين زمايلهم شغالين على ايه، ويعرفوا ان اللي بيعملوه كل يوم ده بيساهم قد ايه من استراتيجية الشركة، لانهم بيقدروا يشوفوا تارجتس كل الناس بما فيهم السي او، وده بالظبط بيحقق نفس الفايدة من نظام الكروت. ولكن الاو كي ارز مش بتدخل في المرتب، لانها لو دخلت في المرتب هتبقى بيرفورمانس، فبالتالي غير قانوني ان هي تتعلم. طبعا الخصم من المرتبات غير قانوني بالمره، ولكن لظروف معينه تقدر تخصم من المرتب وما تروحش هناك عشان فيها التباس. عشان تحقق نفس فايده الاو اي سي ممكن تقسم المرتب ما بين ثابت ومتغير، وده بيشجع الابداع، ولكن ليه شروط. اولا تكون الوظيفه اصلا فيها ابداع. ثانيا ان التارجت يكون قابل للتحقيق، ما يبقاش التارجت ميشن امبوسيبل. ثالثا بقى ان التارجت ده يكون ثابت لمده سنه على الاقل. رابعا بقى واخر حاجه خلاص، ان المتغير ده يكون محسوب بطريقه بحيث ان لو الموظف ابدع جدا في اتجاه زياده الانتاج، لازم يكون توتال المرتب اعلى من الاندستري. وخلونا بقى نتكلم عن الموديل ده اكتر في الحلقات الجايه من هاير، لان برضو هاير طورت الموديل ده جدا. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. باي.